إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لحقاش الطريقة ديال التفكير ديال هاد الناس وفاش تشوف هاد العقليات تتفهم علاش الله سبحانه وتعالى تيسلط على هاد الناس وتيسلط على هاد النوع ديال المجتمعات اللي تيفكروا بحالك، تيسلط عليهم مسؤولين جبارين، مسؤولين ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد الملاحظة بغيت نشارك معكم إخواني أخواتي، هو للأسف الشديد بزاف من الإخوان والأخوات اللي تيشرفوني كثيرا بالمتابعة ديالهم ليا في القناة، سواء تعلق الامر بالمعارف ديالي اللي تنعرف او اللي كثير منهم من هذه الفئه اللي باغي نهضر عليهم، كثير منهم ماشي من المعارف ديالي، يعني ما تنعرفهمش، يعني فقط تنتلاقى معهم صدفه في مناسبه ما، ولا مثلا في الشارع، ولا اللي تيكونوا شويه جيران قراب ليا، يعني ناس زاعمين عليا شويه، يعني كاين واحد الكونتاكت بيني وبينهم بزاف، ما غاديش نقول بزاف، وانما واحد العدد لا باس به تنتلاقى معاه ولو على سبيل الضحك، يعني ولو هو تيضحك معاك كذا، ولكن الفكره هي هذه. تيقول لك مثلا الا درتي شي فيديو اللي عنده علاقه بواحد الشخص مرتبط، هذاك الفيديو ناقشتي فيه واحد الفكره معينه اللي عندها ارتباط بواحد الشخص معين، تيقول لك انت مالك مع فلان، انت اش بغيتي عند فلان، ولو على سبيل الضحك. ولا كاين واحد النوع اللي تيقول لك تيتلاقى معايا تيقول لي لا راه مزيان بنادم يخرج هذاك الشيء اللي عنده، يخرج هذاك الشيء اللي عنده. ولا واحد النوع تيقول لك مزيان، تيجيك نيشان هذا تيقول لك مزيان بنادم يخرج هذاك الشيء اللي عنده، يعبر على داك الشيء اللي واقع عليه. هاد الناس راه تيهضروا من نيتهم، يعني ما تعجبوش، هاد الناس تيهضروا من نيتهم، يعني بإيجاز شديد. يعني خلاصة الملاحظة اللي باغي نوصل لكم هو أن هاد الناس تيربطوا المواضيع اللي تناقشها في الفيديوهات بيا أنا، تيشخصنوها. يعني هذيك، يعني أنا إلا هضرت في واحد الفكرة ولا هضرت في واحد الموضوع، بالنسبة لهم لأن هذا الموضوع ولا هذه الفكرة مرتبطة بيا، هي قضيتي تتعلق بيا أنا، مثلا تنعيشها، ولا شي حاجه واقعه ليا. هادشي علاش انا هضرت في هذاك الموضوع، ولا هادشي علاش انا هضرت في واحد الظاهره لانني انا تنعاني منها، ولا انا مقيوس منها. المهم تيشخصنوا المواضيع، يعني انت هضرتي على واحد الفكره ولا هضرتي على واحد الموضوع غير حيت تيهمك هذاك الامر صافي، وجيت تتفرغ تتعبر عليها وتتخرج هذاك الشيء اللي في قلبك. يعني حسب اعتقاد هاد الناس، هاد النوعيه ديال الناس، وهذا يؤسفني والله العظيم. هذا يعني تيضرني في خاطري قسما بالله، ماشي تيضرني في خاطري لانهم هما يعتقدون في كذلك. انا ما سوقيش، انا ما سوقيش في النوايا ديال الناس ولا ما يعتقدونه، يعني في انا ماشي شغلي، ماشي مشكل. ولكن كيف تنقول دائما هو اننا احنا فاش تناقشوا الافكار، ما تناقشوش الاشخاص. هاد الناس للاسف الشديد هم حابسي الاشخاص. اللي خاص يفهموه هاد الناس هو انه ماشي بالضروره ان واحد الفكره ولا واحد الموضوع ولا واحد القضيه تكون تتعيش انت ولا تكون مقيوس بها باش انك تعبر عليها ولا تناقشها قدام الناس ولا تبلغ بها ولا تهضر عليها، ماشي بالضروره. والا فهذا يعتبر انانيه، هذا يعتبر انانيه. احنا كمسلمين كمؤمنين الله سبحانه وتعالى فضلنا وميزنا عن باقي الامم بالدعوه اليه، بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى. راه الاصل في المؤمن، الاصل في المسلم يدعو في الناس، تشاركهم الافكار، تشاركهم واحد شي حاجه ديال الخير، مواضيع ولا افكار اللي تتعود بالنفع لهاد الناس والمجتمع ديالو وفي الامه ديالو. ماشي بنادم مادام ما تيهموش الامر صافي هو راجع اللور، ولا هو بالنسبه ليه خاص ما يهضر في واحد الحاجه حتى يكون هو تيعاني منها ولا قايساه.
هذه انانيه. راه مشكله، راه مصيبه الا كان الانسان تيفكر بحال هكا. انت كمسلم، انت كعبد لله سبحانه وتعالى في الدنيا، راه ماشي الدور ديالك هو تاكل وتشرب وتنعس وتدخل لدارك وتمشي للخدمه وترجع عند ولادك وتسد عليك الباب. كنتي مضرور ولا قاصك شي حاجه، عاد انت تتخرج تبدا تهضر غير على راسك. تنحاولوا نناقشوا القضايا ولا الافكار اللي تتعلق بينا، تتعلق بنا جميعا في المجتمع. تنحاولوا نسلطوا على الضوء. علاش؟ باش في اطار التوعيه ديال الناس، من اجل اخذ الحيطه والحذر مثلا، من اجل التثقيف، من اجل نشر الخير، يعني بصفه عامه من اجل مشاركه الخير. لقاش الانسان اللي تيهضر معك بهذه الطريقه ديال التفكير ديالو، لا انت بمجرد انك ناقشت واحد القضيه، هو بالنسبه لي راه القضيه تا هضرتي عليها حيت تتعيشها، ولا وقعت لك شي حاجه، ولا عندك شي علاقه مع داك الموضوع بالضبط. اش تتفهم بان هذا الانسان هو كيف تنقولوا حنا بالدارجه هو استسمح خبزاوي. انسان خبزاوي اناني، ما يفيد لا المحيط ديالو، ما يفيد تراسو حتى بشي حاجه ديال الخير. انت شنو الدور ديالك في الحياه؟ وهنا استحضر الايه الكريمه اللي تيقول فيها الله سبحانه وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لحقاش الطريقه ديال التفكير ديال هاد الناس وفاش تشوف هاد العقليات تتفهم علاش الله سبحانه وتعالى تيسلط على هاد الناس وتيسلط على هاد النوع ديال المجتمعات اللي تيفكروا بحالك، تيسلط عليهم مسؤولين جبارين، مسؤولين ظالمين. وهذا ثابت في بزاف ديال الاحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لان مثلا الغلاء ولا الوباء ولا الضيق في المعيشه ما الى ذلك، ولا قله المطار، دائما السبب ديالها هو ذاك المجتمع، السبب ديالها هو ذاك القوم. خصوصا فاش تيكون الموضوع عنده علاقه بالزكاه مثلا، عنده علاقه بالظلم، عنده علاقه بغياب العداله والعدل في المجتمع. الله سبحانه وتعالى تلخص لنا هذا الكلام كامل في هذه الآية الكريمة: إن الله لا يغير ما بقوم، يعني التغيير هنا الإيجابي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بمعنى أن صلاح هذا القوم رهين بصلاح الأنفس. إلا ما صلحتيش من نفسك، إلا ما هدبتيهاش، إلا ما ربيتيش راسك، إلا ما كنتيش صادق مع الله سبحانه وتعالى، لان ملي تكون صادق مع الله سبحانه وتعالى غادي تولي صادق مع نفسك. فمستحيل والف مستحيل باش تحظى بنصر الله سبحانه وتعالى، مستحيل، لان لا تستحق هذا النصر، لا تستحق هذا الرخاء، ما تستحقش مسؤول عادل مثلا. هذا النوع دابا ديال الناس اللي تيهضر معك بهذه الطريقه، اللي التفكير ديالو بحالك، هو الاول الا جلستي معاه يبقى يعاير النهار كامل، هو يعاير لك مثلا في اخنوش، ولا يعاير لك في الحكومه، ولا يعاير لك مثلا يعاير لك في المسؤولين. وهذا النوع بطريقه التفكير ديالو يعني باينه تسني عليها بانه كون كان في بلاصتهم هذاك الاكسجين يبيعوا لك، البحر يديروك بالفلوس. لان الاناني، هذه العقليه الانتهازيه، العقليه الانانيه، مستحيل انك ترجى مراه الخير. والقوم في هذه الايه: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. راه القوم هنا المقصود به يعني سواء تعلق الامر على مستوى الفرد او المجتمع او دوله او قبيله او امه او بلد. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فاخواني اخواتي، الله يجازيكم بخير. انا هنا لا اخاطب المتابعين والمتابعات يعني الفضلاء، لا حاشا، وانما كيف تنقولوا وكيف يعني ما اعبر عليه من الصباح. احنا هنا فقط تناقشوا الافكار. احنا الغرض ديالنا هو الفكره توصل لنرتقي
لنغير سلوكنا. انسان الا بغى الخير لنفسه راه خاصو يكون اولا صادق مع نفسه، صادق مع الله سبحانه وتعالى. ماشي نهضر في واحد الموضوع غير الا كانت يهمني الامر، ولا غير الا كانت عندي شي مصلحه في هذيك الفكره ولا في هذيك القضيه الى ناقشتها. ماشي بالضروره. مادام انت عندك ما تقول في واحد القضيه قول، نشر هذاك الخير، بارطاجي هذاك الخير مع الناس، مع من حولك. عطى الله اللي هذاك الخير، عطى الله اللي غادي يستافد، غادي يتنفع منه. فقط اخلص النيه ديالك مع الله سبحانه وتعالى، وما تسنى حتى حاجه من العبد. اذا هذه الملاحظه اللي بغيت نشاركها مع الاحباب ديالي والمعارف ديالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.